ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حسم ريال مدريد موقعة ديغو أرماندو مارادونا بفوز مثير على مصادفه نابولي ب3 أهداف لهدفين في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليحقق الفريق الملكي انتصاره الثاني في أمجد البطولات الأوروبية. يقال إن المهتم بالتفاصيل يسعى إلى الجودة، إلى الوصول إلى أعلى مستوى، فتكرار الاندهاش من بيلينغهام أصبح عادة. وما فرضه الريال في دوري الأبطال أن الكثيرين يبقون مكتوفي الأيدي حتى ولو كان صوت التصفيق مرتفعا، وإرث الراحل مارادونا ما زال متحركا. تحركات بيلينغهام وتمريراته تسهل عليك المرور، لكن في اللحظة الحاسمة يوقفك الحارس الفطن. ذلك ما قام به ميريت أمام رودريغو. رد أصحاب الأرض كان شديد اللهجة، لم يكن المنطوق إلا افتتاح التسجيل من أوستيغارد الذي لم يتمالك نفسه من الفرح، أراد تقاسمه مع الكل الأزرق. الفرح الخفي تكشفه العين. بحث أنشيلوتي عن التوازن بالاستناد على الصلابة التي جسدها بيلينغهام في تمريرة استعاد بها فينيسيوس ذاكرة التهديف التي غيبتها الإصابة. كان الاختبار القبلي للعشب من بيلينغهام له مفعوله، تحرك بالكرة وكأنه يقودها في المنعرجات، لقد أوصلها إلى صندوق المرمى على نحو غير متوقع، وفرحه كان بالتوقيع المعتاد. غير أصحاب الجنوب وجهتهم نحو البحث عن التعادل. الحارس كيبا غير اتجاه الكرة، وأوسيمان طلب المواساة من الحديد. بقي الإصرار أزرق اللون إلى أن تم التحصل على ركلة جزاء. زيلينسكي أعاد الصوت إلى حناجر المناصرين فهتفوا بالتعادل. ووقت التحضير للهتاف بالتقدم منعهم كيبا بتدخله. من كان معاكسا لما فعله حارس الريال كان حارس نابولي ميريت الذي سجل بالخطأ في مرماه بعد أن باغتته تسديدة عابرة للمناطق من فالفيردي. بعدها دون غارسيا المباراة في خانة الهزائم في انتظار أن تفك العقدة أمام الملكي. ربما شعرت ببعض الحسرة لأنني كنت أشاهد شاشة الملعب ووجدت بأن الهدف لم يحتسب لي. نعم، أعتقد أنهم مزحوا معي، وأحد المنافسين قال بأن الهدف لم يحتسب لي، ولكن لا يهم في النهاية أننا فزنا ب3 نقاط.